في غرام فن الباليه وانا طفله صغيره، لما اتفرجت عليه في التلفزيون المصري، واتفرجت عليه على مسارح مصر لما كانت بتيجي الفرق، ولما والدي الله يرحمه كان بيدخلني كواليس مسرح الباليه. آه، واعتقد ان انا لحقت يمكن سنه ولا حاجه، كان عندي سنتين، خدوني الاوبرا الملكيه واتفرجت على فرقه الباليه هناك، فرق الزائره لمصر. ومن ساعتها وانا بحلم البس التوتو، فستان بتاع الباليرينا، واقف على طراطيف صوابعي واطير في الهواء واعمل دور الاميره وكل الادوار بتاعت الباليه المشهوره. طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أسرار. طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أسرار. طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أسرار. وأعرف حكايات مليانة آخر، أعرف حكايات مليانة آخر ودموع وأنين. الباليه ده كل حياتي، باليه، كلمة باليه دي طفولة وشباب وتجربة وخبرة وممارسة واحتراف، حياتي كلها باليه. انت بتتولد فيك الفن، وما انتاش مخير ومالكش مزاج، ولو هربت بيفضل يطاردك، وبيفضل سؤال ملح عليك او احتياج. يعني انا اللي محتاجه الفن، يمكن الفن مش محتاجني، لكن شعوري الدائم ان انا اللي محتاجه الفن، انا اللي محتاجه اعبر عن اللي جوايا في صورة دور، في صورة عمل فني، في صورة برنامج، لوحة، مقالة. انا اللي محتاجة الفن، انا اللي جوايا الفن، وما اخترتش اكون فنانة، كان لازم اكون فنانة.
اساتذتي طبعا اثروا فيا، والدي اثر فيا. والدي فنان وصحفي كبير، والفن في بيتنا ده شيء عادي جدا، الكتابه والفن والسينما والمسرح. وبالنسبه لي فن الباليه ده يعني شيء مولوده فيه. طبعا استاذتي اول واحده الاستاذه سلوى جلال، اول مدرسه درست لي وانا طفله صغيره، اثرت فيا بشكل كبير جدا. الفنانات المصريات اللي شفتهم وانا طفله في فرقه باليه القاهره قبل حريق الاوبرا الملكيه، انا طبعا ما شفتهمش في الوقت ده، شفتهم بعد ما كبرت وكانوا هم لسه موجودين وبيرقصوا. الحقيقه الفنانه سونيا سركيس والهام الامير كان ليهم تاثير كبير جدا عليا كباليرينات مصريات، اتمنيت في يوم من الايام ابقى زيهم. والحمد لله اتبنيت انا كمان على وقتي دار الاوبرا الجديده والتحقت بيها وبقيت زيهم وبرقص على مسرح دار الاوبرا الجديد. فدول طبعا من الفنانات اللي اثروا فيا جدا جدا. دكتور عبد المنعم كامل الله يرحمه ويحسن اليه كان الاستاذ الروحي ليا. ولما حبيت ادخل معهد الباليه هو اللي والدي وداني عنده علشان يشوفني اصلح ابقى باليرينا ولا لا، لان طبعا مش اي جسم ممكن تبقى نفسك تبقى فنان، ممكن ابقى نفسك تبقى باليرينا بس جسمي ما يصلحش. فهو اول واحد كشف وشاف قدراتي اصلح ولا لا، وقال اوكي تنفع، وخدني مدرسه الباليه وعملوا لي الاختبارات هناك البدنيه، واتاثرت بيه كتير جدا وانا بتفرج عليه وانا طفله صغيره وهو بيرقص، واداؤه التمثيلي مش بس التقني. الحقيقه اتاثرت بكل الفنانين العالميين اللي كنت بتفرج عليهم من خلال التلفزيون المصري، لان الشاشه الصغيره دي مهمه جدا، بتاخدنا لعالم ولعوالم اخرى ولبلدان ممكن ما نقدرش نوصل لها، لكن بفضلها وصلنا كلنا ان احنا نتفرج ونتعرف على فنانين كبار عالميين ما كانش ممكن نتفرج عليهم لو انتظرنا انهم يجوا عندنا. طول عمري بقول لنا قد الشوق وليالي الشوق، لنا قد الشوق وليالي الشوق، ولا قلبي قد عذابه عذابه. طول عمري بقول لنا قد الشوق ليالي الشوق، لنا قد الشوق وليالي الشوق، ولا قلبي قد عذابه عذابه. مفيش طبعا نصيحة أقدر أقول لك دايما بتتردد عليا طول الوقت، لكن من النصايح اللي أقدر أقول إنها يعني فضلت في ذاكرتي واحتفظت بيها واهتميت إن أنا يعني أدرسها، كانت الحقيقة نصيحة الدكتور عبد المنعم كامل لما اختلفت معاه أول ما جالنا راقصين من الخارج في دار الأوبرا المصرية وبدأنا نطعم أجانب بمصريين، وكنت بأدي نفس الدور مع واحدة روسية. طبعا هي اكبر مني في السن وخبره عني وانا لسه جديده واول مره هادي الدور، ولقيته في توزيع الحفلات ده هي اكتر مني، فزعلت وانفعلت جدا ورحت كتبت استقالتي وقلت له انا مش هرقص وخلاص، بدل انت فضلت الاجنبيه عليا انا مش عايزه اشتغل. فضحك وقال لي بس روحي اتعلمي منها الاول، بتسرح شعرها ازاي، تحط ميك اب ازاي، بتربط جزمه الباليه ازاي، بتقفل فستانها ازاي، علشان بعد كده انت اللي هتاخدي الاكتر وانت اللي هيبقى عليكي العين اكتر. انا حاططها وجايبها وبقول لك اتعلمي منها وبديها اكتر علشان هي تعرف اكتر منك دلوقتي، بس مش معنى كده ان انت بكره مش انت اللي هتكوني الاحسن. ساعتها بصيت له باستغراب، قال لي اجري اتعلمي. التعليم مش بس حركه، التعليم سلوك. شوفي هي بتعمل ايه قبل ما تطلع على المسرح، شوفي هي بتتقمص الدور ازاي، كل تفصيله من التفاصيل اللي في جسمها وفي شكلها وفي ادائها القطيع انا حاططها لك علشان تتعلمي منها. بعد كده انت اللي هتبقي عليكي الدور وانت اللي هتبقي المسيطره على الموقف. فبلاش انا هعتبر ان انت ما قدمتيش حاجه وهقطع الورقه دي. وطبعا ما زلت محتفظه بالحوار ده بيني وبينه، وعايزه اقول له الله يرحمك كان عندك حق.
الله يرحمك كان ليك رؤيه انا ما شفتهاش. طبعا خبره استاذ كبير غير خبره فنان لسه جديد ومبتدئ، والحماس. دلوقتي انا بقول نفس الكلام ده لتلاميذي وللفنانين الجداد لما بلاقيهم زعلانين ان في توزيع الايام والادوار ما خدوش من اول مره الفرصه الذهبيه.